السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ فيديو جديد بأكلة كده جميلة جدا جدا بنحبها قوي، السمك والجمبري. هنا كنت داخلة المطبخ بعد العصر بكتير، هو كان يوم كله على بعضه غريب بصراحة. المية كانت عمالة تقطع، مش عارفة أعمل الأكل، كنت مش هعمل فطار أصلا وكنا هنقضيها أي حاجة. بس الحمد لله لحقت أخلص، خلصنا بعد المغرب بشوية. فطرنا بعد المغرب لان الميه كانت مجنناني جدا، ما فيش ميه خالص. حتى لما جيت بدأت اعمل الاكل كان الغاز ساعة الفطار بيبقى هادي شوية، مش ما سعفنيش على طول. الحمد لله خلصت. هنا غسلت الجمبري كويس جدا جدا ونضفت كده السلسلة اللي في ظهره كده بالخلة السنان، بفتح كده بيها اشدها بكل سهولة. انا معرفتش بس اصور لان كنت مستعجلة جدا. بعد ما غسلته وتبلته التتبيله بتاعته، كمون وملح وليمون، بابريكا، زنجبيل، قرفه، كل دي توابل بحطها عليه في الاول. اسيبه كده حوالي نص ساعه، انا ساعتها سبته نص ساعه. قلبته في قلب في بعضه كده على طول. ما حطيتش عليه اي ميه خالص ولا اي حاجه عشان يشرب التتبيله على طول. الليمون والملح والكمون وزنجبيل وقرفه والبابريكا وسنه كركم بسيطه. هنا هعمل له خلطة تانية، انا هعمل له هنا 3 حاجات هحطه من هنا لهنا لهنا، بس عشان الحركة دي بتطلع الكفر بتاعه معايا متماسك وجميل جدا. هنا حطيت 4 معالق دقيق ومعلقتين نشا، عليهم التوابل العادية، توم وكزبرة وبابريكا وملح وسنة برضو كركم. وكنت حاطه برضو توم مع الجمبري في التتبيله بتاعته، فصين كده وهنا فصين. هنا التتبيله دي جميله جدا جدا. كذا مره اما اعمله من غيرها او اعمله اتبله واخده من على الدقيقه على طول اجي اقليه الكفر بتاعه بيقع منه مبقاش حلو. لكن الطريقه دي بجد بتبقى ناجحه جدا جدا جدا، لما بنيجي نقلي الجمبري بيطلع كويس قوي والكفر بتاعه بيكون متماسك. هنا عملت في اخر حاجه خالص الدقيق برضو مع نشا، هي حوالي كوبايه دقيق مع نص كوبايه نشا، تبلتهم عادي ملح وفلفل وكمون كده عادي الدقيق وركنته على جنب. لكن التتبيله اللي هي السايله دي تتبيله سايله، فيها دقيق ونشا وليمون وتوم والكركم وملح وكمون. برضو هو ال3 حاجات ال3 خطوات دول لازم امشي فيهم في الجمبري عشان يطلع معايا يكون متماسك ويكون ناجح. ركنته كده شويه في التتبيله بتاعته حوالي نص ساعه. هبدا هنا اعمل الخلطه بتاعت تتبيله السمك. معايا سمك هحطه في الفرن صينيه كده على طول. حطيت توم وليمون وكزبره او بقدونس، اي خضار موجود، خضره موجوده نحطها. كزبره ناشفه وكمون وملح وليمون والخضره، بصلايه واحده صغيره مع قرن فلفل رومي لو حرق براحتكم، مع معلقه هريسه نسيت احطها في الكبه، حطيتها هنا قلبتهم في قلب بعض على طول. مقطعه معايا قرن فلفل اصفر واحمر واخضر وبصلايه، اللي حابب يحط اي حاجه براحته. هقلب كل التتبيله، هاخد معلقتين 3 كده منها من الخلطه اللي انا عاملاها في الكبه ديت، اقلبها كده في الخضار. هفردها في الصينيه من تحت وارصص عليها السمك معايا من فوق. الطريقه دي جميله جدا جدا وحلوه قوي وخفيفه، ما فيهاش قليه ولا زيت ولا اي حاجه. هعمل هنا هفرد طبقة كده من تحت الخضار، وبقية الخضار اللي معايا ممكن نحشي بيه السمك وممكن نحط على وش السمك من فوق. انا هحطه على وش السمك من فوق. انا ساعات بعملها هنا بشرايح بطاطس، ممكن نحط قوطة، ممكن نحط اي حاجة براحتكم. انا هنا حطيت فلفل ملون وبصل بس. هاخد الخلطة الخضرة بالكمون بالليمون اللي عملتهم في الكبة، هقلبهم في قلب بعض كده واحشي بيها السمك. هتبل بيها السمك كده، ممكن نفتحه كده زي السنجارة عادي، وممكن نتبله كده ونحطه في الصينية على طول. هخلص معايا كمية السمك اللي معايا، هرصصهم كده في الصينية على طول. هرش بس رشة زيت بسيطة كده على الوش. واحطها في الفرن عشان انا كنت مستعجلة في الوقت، عشان الدنيا كلها كانت متدربكة كده عشان المية. هغطي الصينية بالورق الفويل بس في الفرن، وبعد شوية هروح شايلة من عليها الورق وياخد لون من تحت الشواية، مش هيقعد اكتر من ساعة الا ربع او نص ساعة في الفرن، مش هياخد وقت خالص. هنا خلاص كنت خلصت السمك كله، بقت الفلفل بالبصل بالخضرة كده باقيين معايا، هحطهم على وش الصينية من على الوش كده تبقى جميلة جدا. قطعت شرايح ليمون كده من على الوش، هرش رشة زيت بسيطة، انا ما حطيتش زيت خالص في الاول. وحطيت الصينية كده خلصتها وحطيتها في الفرن. هبدأ هنا اعمل الرز الصيادية، جميل جدا جدا وسهل خالص. فرمت معايا بصلتين 3 كده، رز الصيادية بيحب البصل كتير.
فرمت حوالي 3 بصلات. وحطيت زيت، انا ما بعملش الرز غير بالزيت بتاع السمك. هغمق البصلايه معايا، لازم تكون مغمقة عشان يديني الرز البني، اللون البني ده بيبقى جميل جدا. ممكن اللي حابب يعملها في الاول يكرمل سكر او يحط اي حاجة براحته، بس انا حطيت هنا البصلاية غمقت معايا، نزلت بالتوابل بتاعتي، كركم وفلفل اسود وكمون وملح وعود قرفة، مش هحط اكتر من كده. هقلبهم كده يتشوحوا معايا. اول ما الاقي البصلايه غمقت بقى لونها بني كده، اللون البني اللي احنا بنحبه كلنا في الرز الصياديه، هديها شويه ميه. اول ما الميه تغلي معايا هنزل بالرز على طول، كميه الرز طبعا المتاحه ليكم. اول ما الميه تغلي معايا على طول اروح نازله بالرز. هنا كان الفلفل الملون خلص من عندي وانا بعمل في السلطه والخلطه بتاعه السمك. طلعت حته صغيره خالص من الفريزر، حطيتها بعد ما حطيت الميه هتفك معايا. اول ما الميه ما تغلي الفلفل هيفك معايا على طول. بحب احط فلفل رومي اخضر عادي او ملون، بيدي نكهه حلوه قوي في الرز. هنا غسلت كميه الرز، حطيتها. اول ما الميه غليت على طول، اول ما يغلي معايا ويتشرب هوطي عليه على نار هاديه خالص على العين التانية عشان ابدا اقلي الجمبري على طول. الحمد لله كنت متاخره شويه في اليوم ده، لان انا اصلا اللي عطلني على الاكل الميه. انا بحب اخلص الاكل اول باول بدري، لان الغاز وقت الفطار بيكون هادي شويه، ما بيكونش عالي زي طول النهار. هنا اخدت بعد ما عدى عليها حوالي نص ساعة او اكتر، اخدت الجمبري من الخلطة بتاعته، حطيتها في الخلطة السايلة دي جميلة جدا جدا جدا. ممكن نحط بضاية، وممكن نحط معلقة صغيرة بيكنج باودر، بينفش لي شوية الجمبري، هي بتبقى كبيرة شوية. انا هنا ما حطيتش اي حاجة غير الدقيق والنشا والتوابل بتاعتي، ملح كمون كركم، كزبرة ناشفة، الحاجات اللي هي العادية خالص موجودة عند كل البيوت. اخدت من الخلطة السايلة حطيتها في الدقيق والنشا، هرجهم كده، ممكن نحطهم في كيس، ممكن نحطهم في علبة، في اي حاجة. نرجهم كده كويس قوي بدل ما نحط ايدينا كده والدنيا تبوظ. بعد كده مسخنة الزيت معايا، لازم يكون سخن ما يكونش هادي. لو الزيت بارد هحط الجمبري هلاقيه الكفر بتاعه وقع كله في الزيت، لازم الزيت يكون سخن معايا شوية. البانيه او الجمبري او اي حاجه لازم الكفر بتاعها يكون متمسك معايا، لازم يكون الزيت يكون سخن. هنا الزيت كان سخن معايا كويس قوي، هنزل عليه بالجمبري ياخد معايا اللون البني، تحفه تحفه تحفه، ولا واحده الكفر بتاعها وقع ولا اي حاجه. الطريقه دي حلوه قوي. الاول لما كنت بعمله من التتبيله للدقيقه على طول بيبقى الجمبري ما بيكونش حلو خالص، لكن الطريقه دي بقى لي فتره ماشيه عليها حلوه جدا. اول ما الجمبري ياخد اللون معايا هطلعه على طول، ما يطلعش على مناديل، لان لو طلع على مناديل هيبقى طري معايا مش ناشف. يطلع على شبكة، على مصفى، على اي حاجة، مش على مناديل. هنا هطلعه على المصفى الاول. دي المرة التانية بعد ما حطيت الطاسة الاولى. هطلع برضو كمية الجمبري واقلبها في الدقيق، لو الدقيق قل معايا ممكن نزوده كمان معلقتين تلاتة، مش هيخسر في حاجة. الدقيق دوت لما بعمله بالنشا بالتوابل كده للسمك او للجمبري بتبقى حلوه قوي، بيديله نكهه جميله جدا. برضو كنت العين كده شغاله يعتبر على الرز وبقلي الجمبري وصينيه السمك في الفرن. وعملت السلطه برضو وانا واقفه، الحمد لله كان كله كده ورا بعضه ورا بعضه. هنا كنت خلاص خد اللون ده تحفه قوي قوي ومقرمش جدا جدا. هو ما بيقعدش دقيقتين تلاتة، الجمبري طبعا ما بياخدش سوا خالص. هطلعه على المصفى على طول عشان يفضل مقرمش معايا ما يطراش مني، والكفر بتاعه برضو متماسك، مفيش اي ولا واحده الكفر بتاعها وقع في الزيت خالص. الحمد لله كان جميل جدا جدا. ما تنسوش اللايك، انا داخله عليكم كده عماله ارغي ارغي، معلش اسفه. بس عشان خاطر ايه الفيديو بحب ان انا وانا بشتغل بكون مسجلاه، ده بيكون خفيف عن ما اكون باجي اسجل الفيديو لوحده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. انا قلت افكركم برضو باللايكات. هنا كنت برضو بقلي الجمبري. صينيه السمك ما قعدتش في الفرن حوالي نص ساعه او اكتر من نص ساعه، والجمبري قعد في التتبيله برضو زي نص ساعه. الرز كان اتشرب ووطيت عليه على نار هاديه خالص، وكنت خلصت السلطه والعصير الحمد لله كنت طلع من الفريزر، ما عملتش عصير في اليوم ده. طلعت كيس برتقال من الفريزر وازازه فراوله، وطلعنا الحاجه من الفريزر على طول. هنا ما شاء الله جميل جدا، بصوا ولا واحده فكه ولا اي حاجه، مقرمش وحلو قوي قوي. ومش شارب مش شارب زيت خالص، انا حطيته في المصفى ما لقيتش ولا نقطه زيت نازله منها.
هحطه في طبق التقديم نقدمه كده على طول. ممكن من غير رز ومن غير سمك ومن غير اي حاجه نعمله سندوتشات بسلطه طحينه ولا عود جرجير حتى، وتبقى سندوتشات جميله جدا جدا. طبعا السندوتش ده بره مبلغ وقدره يعني. هنا خلاص خلصنا الجمبري والصينية السمك طلعت من الفرن، وخلصت السلطة وغرفت الرز. بص لون الرز تحفة، لون الجمبري تحفة وطعمه جميل جدا جدا. والفيديو خفيف خالص بس الحمد لله عدى على خير. وصينية السمك جميلة طعمها تحفة. جربوا الحاجة دي حلوة قوي قوي. تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.